احكي لكم قصه. مره كنت شغال مع دكتور عيادته في رمسيس. الدكتور كان بيشتغل عدد كبير من الزراعات في الشهر. كنت بروح له مره نزرع ومره نركب. اول ما اتعلمت السيرجيكال جايد قلت له يا دكتور عايزين بقى نشتغل بالسيرجيكال جايد ونبقى ديجيتال كده وحلاوه وزي الفل وما نفتحش العيان اي فلات. قال لي ايه المطلوب مني؟ قلت له هتاخد لي المقاس والاشعه تجي لي على الايميل او على الواتساب ونبدا نركبهم على بعض ونشتغل الشغل الطبيعي بتاعنا. المريض ده كانت ست كبيره في السن ومحتاجه تزرع 4 زرعات، وبالفعل صممت الجايد ورايح وانا كل ثقه في نفسي واقول له يلا احنا مفيش نقطه دم هتنزل من المريض. وقلت كلام للمريضه احنا العمليه مش هتاخد نص ساعه تلت ساعه هنكون مخلصين يا ست الكل. المفاجاه الجايد مش عايز يركب. الجايد واسع جدا مش عايز يركب. بقيت هتجنن، ايه اللي حصل؟ ايه اللي فيه؟ انا خدت المقاس عملت الجايد مش اول مره اعمله، ليه مش عايز يركب؟ بعد 4-5 دقايق ببص في الجايد ببص في المريضه اكتشفت ان الدكتور بعت لي المقاس، وبعد ما بعت لي المقاس عمل بريباريشن عشان يعمل لها اندو تركيبه جديده، وانا صممت الجايد على الكاست قبل البريباريشن، فطبيعي يبقى الجايد مفتوح. لما اتاكدت من المعلومه دي بصيت للجايد بكل اسى وقلت للدكتور دكتورنا الغالي هات لي المشرط وزود البنج. عشان كده يا دكاتره لازم الحاله تبقى مركز فيها جدا جدا جدا، خاصه لو الحاله مش حالتك. اتاكد ان السي بي سي تي اللي خدتها ما حصلش فيها اي تغيير، والسكان اللي خدته للكاست او للاسنان ما حصلش فيه اي تغيير من ساعه ما خدت المقاس لحد ساعه العمليه. معاكم دكتور محمد نور ديجيتال امبلانتولوجيست. شكرا ليكم، تابعونا في السلسله لمزيد من المواقف اللي هنتعلم منها وانا اتعلمت منها كتير.